دول مش شخصيات، دول عيلتي. تامر هادي ساكت ما بيتكلمش، طول عمرنا مش حاسين بيه. عشان كده موريس بوين بيسميه المنسي، احنا ناسينه اصلا. لما بيكبر تامر بالطريقة دي ويحس ان هو مش متشاف في العيلة ولازم يعمل مجهود علشان يشوفوه، هو بيكسل يعمل المجهود وبيقعد دايما في اوضته. بيتجه بعد شوية للإدمان، إدمان البورن وإدمان المخدرات. يروح لكده لأن الدوبامين replaces connection. علشان ياخد الدوبامين اللي ما خدوش من العلاقات بياخده من الإدمانات. فأول وسيلة علشان نعالج بيها تامر نرجع نعمل تاني الكونكشن علشان يريبليس الدوبامين ونعمل تواصل صحي معاه. وهو لازم يقف وقفة ويعرف انه محتاج اكتر تواصل اكتر من عزلته في البيت. يخرج بقى للحياة، يعمل اي حاجة من الحاجات المتاحة، اكتيفيتيز، خروجات، يشترك في جروبات. المهم انه يلاقي كونكشن حقيقي بدل القعدة ورا الشاشات اللي هتزود احساسه بالانفصال عن الدنيا. ابعتها لتامر لو هو منسي، وافتكروه يا جماعة بدل ما هو قاعد ورا الشاشات لوحده.